السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هنفجر باكج نجوم الاسبوع اللي قدامك دوت، وكمان هقول لك تجيب انهي لاعب من الباكج اللي قدامك دوت، وبرضه هشرح لك ازاي تجيب الفتحات او العقود بتاعته. واكيد يعني مش هقول لك بس، يعني اكيد برضه احنا كمان هنجيب وهنجرب وانت بنفسك تشوف التجربة عشان تعرف تجيب اللاعب ده ولا لا. طيب يا جدعان، معانا هنا اول حاجه الباكج بتاع المنتخبات. انا اخترت منه واحد عشان بس كنت بشوف الدنيا. عامه يعني هو 10 لعيبه، انت هتجيب منهم 4. هتقول انا معايا 3 عقود بس، ازاي هجيب العقد الرابع؟ بمجرد ان انت هتسجل دخول. تسجيل الدخول مش فاكر تقريبا في اليوم الخامس تقريبا او السادس، هتلاقي معاك العقد اداهولك وبس كده. طيب فنخش كده اول حاجه على باكج نجوم الاسبوع. يعني نزل فيه الصراحه شويه ناس كويسين وشويه ناس محترمين يعني. اول واحد جو فيليكس طبعا، وغير كده كمان باركولا. اي نسخه ليه اعرف انها جامده بجد، يعني اي نسخه جامده. وكمان عماد ديالو برضو. وكمان جوندوجان اللي جاب جون دبل كيك، يعني رايق الصراحه. بس ما اعرفش ليه نزلوه بوستر، الصراحه ما بحبش انا اي لاعب يكون بوستر. وكمان سكوت ماكتوموناي من نابولي زي ما انت شايف، بوكس تو بوكس، وبرضه طاقته كويسه جدا. فاللي احنا محتاجينه ممكن باركولا وممكن جندوجان، ويا عم ماد ديالو ماشي يا عم، مفيش مشكلة. فنقول بسم الله. فنقول بسم الله كده، وقلنا نفتح من بره يمكن ايه نغفلهم كده ويجيبوا اي حاجة. نقول بسم الله. ما نورتش اخضر خالص، بس هنسيبها مش هنسكب ان شاء الله. ده مكتوماناي، ده جندوجان. طب حلو 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 قوي، حلو قوي 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 عشان يلعب معانا في الخطة بتاعتنا. طيب نخش وبرضه بس عشان نفتكر كده قبل ما انسى. سون انا فاتح عليه ب 400 كوين، وكمان معايا 600 كوين في الاحداث، ومعايا 200 كوين. يعني بص، الفيديو الجاي ان شاء الله هفتح لحد من المتابعين باكتر من 1000 كوين. وكمان الفيديو اللي بعده انا بقى اللي هفتح كوينز 1000 كوين ايفون، وحوالي 1000 تقريبا اندرويد كمان. فبص انا مدلعك يعني. هنجيب سن، يعني هنجيب سن بقى على الباكج بتاع عقود الترشيح. زي ما انت شايف قدامك في ناس كتير، ابرزهم ودي الصراحه مفاجاه ان كونامي نزلتها، هو كريستيانو. لكن للاسف بريد ضعيف جدا، بس يعني هنعمل ايه. المهم زي ما انت شايف قدامك عندك هنا ارنولد. انا اخترت ارنولد. فكمان احنا ممكن نجيب بالمر، بما ان جالنا بالمر المفروض كرياتيف صح. بالظبط، بالمر كرياتيف، وجالنا كمان جندوجان هول بلاير. فالاتنين كده يلعبوا جنب بعض تبقى ثنائيه رايقه الصراحه. وتاني حد معانا باقي معانا هو عقد واحد، فاكيد يعني اكيد هو اللي هنجيبه كريستيانو، مش محتاجه يعني. لأول مرة هنستغنى عن تشيفا لمقابل كريستيانو، فبإذن الله ما يخذلناش. المهم دي كده التشكيلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى هنا كده وندوس اوردر اوف سايننج، ونجيب التلات لعيبة بتوعنا. اول واحد معانا اللي هو كريستيانو، هنجيبه هنا مكان ستوشكوف. تاني حد معانا بالمر، وهنجيبه مكان فودن. تاني حد او تالت حد معانا الكاي جوندوجان، هنجيبه هنا مكان، ممكن بقى نجيبه مكان نيمار، ونجيبه هنا بيوصل 101 كويس جدا والله. وكمان معانا ارنولد، هنجيبه مكان هنا بليتي. وهنجيب ارنولد كده اهوت، وبيوصل معانا 99. اول واحد معانا كريستيانو بيوصل 99، لكن في تطويرات بتوصله 100. لكن انا عاوز العب بيه الاوتو، هو الاوتو فاهم. وعي 96 كويس جدا، لكن دريبل يعني بص، تلاجة تلاجة حرفيا. يعني انا الراجل بحب كريستيانو، بس لا، تلاجة. الفينش يعني المفروض كانوا يخلوه 90، ازاي فينش 88 لكريستيانو معرفش الصراحة. وعندي 89 بسبب ان المدرب انزاجي. الهيدنج 83 طبعا مع الطول بتاعه 187. وكمان كيرل 83. فاولات 80 فيعني كويس. وكمان السبيد 85 كويس الصراحة، يعني ما خلوش السبيد قليل قوي، حلو السبيد. الاكسلريشن كمان 88 كويس جدا. كيكنج باور 92 كويس برضو. الجامب 85. يعني بص، اي كرة من فوق هيجيبها جون. لكن للاسف بالانس زبالة، ستامينا زبالة، فيزيك كويس. تاني واحد معانا هنا بالمر، بيوصل 100 زي ما انتم شايفين، كريتيف بلاي ميكر، وكمان 189 سنتي. الوعي 88 كويس جدا بالنسبة لصانع. 92 بول كنترول، 90 دريبل، 92 تايت بوزيشن، كويس جدا 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 يعني. اللوفت باص بس عنده لو كانوا خلوه 80 يبقى احسن. 89 لو باص كويس جدا، داخل في التسعينات خلاص. الفينش كمان 89 بالنسبة لصانع، فده كويس جدا، صانع لعب كويس جدا يعني. كيرل كمان 85 كويس. باقي الارقام كويسه، لكن السبيد 79 دي لا، وحشه جدا جدا جدا. احنا ممكن ناخد شويه من الاكسلريشن نحطهم في السبيد عشان نظبط الدنيا، بس انا عاوز العب باوتو.
كمان معانا كاكن باور 85 بالانس 82، لكن فيزيك ضايع طبعا. فبص، هو انت هتاخد بالكوره باصي، يا تباصي يا تشوط، بس ما اعتقدش ان هو هيجري بالسرعه دي خالص يعني. نيجي بقى هنا على الكاي جوندوجان، بيلعب برجله اليمين، فلسه عاوزين كده ننقله الناحيه التانية، وكمان بيلعب هول بلاير. الطاقات 83 وعي، 92 بول كنترول، 89 دريبل، 90 تايت بوزيشن، باص 93، 88 لوفت باص، فينش 79. ازاي يعني انتوا منزلينه عشان الجون اللي هو جابه؟ ازاي فينش 79؟ مش عارف الصراحه، يعني حركه غبيه قوي. الهيدنج 63 طبعا، يعني الكيرل 86 كويس جدا. عنده كمان طاقات دفاعيه، فده كويس جدا، هينفعه في القطع بتاع الكوره وان هو يلتحم. اعتقد برضو عنده فيزيك، عنده 72 فيزيك كمان. السبيد والاكسلريشن كويسين برضو بالنسبه ان هو صانع لعب، وكمان بالانس كويس. فيلا بينا على التجربه. طب يا جدعان، ده كده الرانك بتاعنا في الديفيجن زي ما انتوا شايفين، يعني خسارتين وتلات تعادلات واربعة فوز. مفيش احتراف اكتر من كده يا اسطى. على الحلوة ماشي يا اسطى. يا نهار ابيض، انا نسيت يا لهوي يا جدعان، الماتش ده انا هخسره. يعني انا يا جدعان، انا دخلت نسيت اقلل الجرافيك، انا كنت معليه عشان بفتح الباكجات. نسيت اقلل الجرافيك، يا الله. بص يا اسطى، بص الفريمات كام في المقدمة بس. حلو يا اوليفر، الواد النت بتاعه طلقة. ايه يا اسطى النت ده يا اسطى ده؟ ماشي يا عم، ماشي، هتحتفل؟ روح احتفل يا عم، جدع. جدع. طب ما هو مش بيباصي يا اسطى، طب ما هو ما باصاش الكورة، انا هعمل لك ايه؟ يا ابن اللعيبة يا كريستيانو، عاش. عاش قوي. ما توقعتش ان هو يجيبها خالص، ده تشيفها اوقات ما بيعملهاش معايا. انا ساكت اغلب الماتش لان انا اغلب الماتش في الغالب مش هحطه، فاهم؟ فانت ما تستغربش لو لقيتني ما بعلقش على الماتش كتير، فاهم؟ لان احتمال كبير ما احطش الماتش كله اصلا بسبب اللاج اللي فيه ده. جدعان والله حرام، الواد ما مش لعيب برضه يعني. غريبة ان هو وصل ديفيجن ده بس باللاج دوت ومعرفش يكسبني، غريبة. كريستيانو طبعا 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 رجل المباراة يعني. والله حرام الجون اللي هو جابه ده، وفي كذا فرصة ضيعتها، بس يعني حصل خير، حصل خير. النت يعني، انا الفكرة ان هو نت ولاج، يعني بص الفريمات عاملة ازاي. تاني خصم معانا، يعني اللعبة فجأة واحدة بتجيب الخصوم بسرعة. عاوز الحق اهوي الموبايل. لسه صاعد ديفيجن 3. كاي جوندوجان سهمه عالي، كريستيانو، ارنولد، كل اللعيبة سهمها عالي اللي احنا بنجربها يعني. فكويس تشكيلة اللي ضدنا. شايف اللي فات باللاج، برغم اللاج والنت التقيل، وان هو تشكيلته كانت اقوى مني ولا في نفس المستوى يعني، وتعادلنا. شايف ده بقى، ده انا هخسر منه. والله انا عارف سكا اللي يعني، ربنا يسترها. ده كان هطبل له من هنا لبكره. انت ايه يا اسطى يعني، ما تجرب طب تلعب بساط قصيره ولا اي حاجه. يلا يا بالمر. يا جدعان ساكا من امتى بيدافع يعني؟ ساكا من امتى بيدافع؟ يلا يلا اهو، شوت. ما قلتلكوا والله، انا عارف من اول الماتش. بص 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 بص، بس كده خلاص يا اسطى. هيروح يجيب الجون وشكرا. حلوه يا اوليفر. جوندوجان ده هيروح رامي ثرو خلاص. والله كنت عارف. ما بيفكرش حتى، مفيش تفكير، فاهم؟ اجري بالله عليك، بالله عليك تجري. مش هتعرف يا اسطى، اديها البيل احسن. حرام عليك يا بيل، والله العظيم انا غلطان، كنت اشوطها زي الماتش اللي فات كانت ارحم من ده اللي انت عملته ده. تشيفشينكو يا جدعان مش هينفعني في الماتش ده خالص. الواد عمال يسحب دفاعه، وسحب الدفاع دوت عاوز مهاجم سريع سريع سريع، فاهم؟ فلازم. بص يا عم، بيستلم في قد ايه؟ بيستلم في فدان. لا يا اسطى، دي المفروض جون يا اسطى. كونامي ضدك يا اسطى، كونامي ضدك للاسف.
يا بالمر خش عليه، ايوه. يلا 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 تشيف اهو. اقدر. مين الحارس ده؟ فيتور بايا. يا فيتور بايا يا الحارس اللي هو الجديد اللي هو اسمه ايه ده؟ ابياتي ده، وريني. طب وانا هشوفه ازاي كده يا اسطى؟ انت مخبيه يعني؟ هو في الغالب ده تشيزني هو نجوم اسبوع دوري ابطال عامه. ماشي يا عم. يا جدع، يا جدع بجد والله. يا جدعان والله العظيم حرام. يعني هو ازاي عدى من ده؟ طيب ازاي؟ انا مش فاهم. صليبه شفاف يعني للدرجه؟ بص يا اسطى صليبه ايه اللي عمله يا اسطى. خلاص يا اسطى، هو ما دام جاب جون خلاص انسى ان انا اجيب جون تاني. هيعرب بباركولا دلوقتي وهتيجي جون خربت الضحك والله العظيم يا جدعان. طب ايه يعني؟ هتقعد ترجع له لحد ما يجيب جون؟ طب هتقعد ترجع له؟ يعني كل مره بيشوطها غلط، كل مره بيشوطها غلط وبرضه بترجع له. بص يا عم بيسحب توني ادمز ازاي ومش عارف اجيب في جون. رونالدو مش راضي يباصي. يعني حتى في الدقيقة 90. اتفضل يا عم، اعلى تصنيف وصل له مليون ونص. واللي فات اعلى تصنيف وصل له كان حوالي 15,000 ولا 20,000. في لاج في الماتش ده برضو، لاج نت، مش لاج. ايه ده ايه ده ايه ده يا جدع؟ بجد والله. لكن يا اسطى، انجانتمنت 95، تاكلينج 97، وعي 95 وهو كان واقف في وشه. طب ده اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه؟ يا فان بيوتن مش مرتين بقى، مش هتكلم يعني، ما هي كانت في رجلي وراحت رجعت له، ما انا هعمل ايه؟ ما انا ما اقدرش اتكلم. انا مش عارف مين اللي عمل السرو ده الصراحة، بس هو عالمي يعني. طب ما هو مش راضي يباصي يا اسطى. هيخش بقى طبعا فيها جون بسبب اللاج ده. نفس الجون الاول بتاع الواد اللي فات. نفس الجون بالظبط بالظبط. مش راضي يباصي، بعدها يروح قاطعها. انا يعني اللي اقطعها تروح راجعه له بدون اي سبب ويروح يجيبها جون. بس بس كده. يعني انا عاوز افهم انت ازاي منتظر مني اكون محترف بنت زي ده مثلا وبدرجة حرارة زي دي؟ 45، 45. طب ما هو انا هلعب ازاي؟ ما انا هلعب ازاي؟ يا جدعان بقى ارحمونا. ايه يا اسطى التشكيلة دي؟ يعني ايه دي؟ ايه التشكيلة دي؟ انت منتظر ان انت هتكسب بالتشكيلة دي؟ ما هو انت معنى ان انت مكمل بالتشكيلة دي وداخل تلعب بيها، ده معناها ان انت بتكسب بيها وهتكسبني بيها. بص بالله عليك يا اسطى، خرم الامازون اللي في النص عنده ده، يعني بالعقل بالعقل يا اسطى، انت ازاي هتلعب كده؟ اقنعني. طب ايه سبب التشتيت مثلا اللي انت شتتها دي دلوقتي؟ طب انت ايه اللي خلاك تلف يا رودري؟ ايه اللي خلاك تلف؟ انا مش فاهم. وايه الدفاع ده يا اسطى؟ هو كمان يعني هو بخرم الامازون ده انا مش عارف اعدي، ودفاعي دوت هو يعدي بسهوله كده؟ امازون مين؟ انا قصدي خرم الاوزون. ايه امازون دي؟ يلا شوط شوط. كانت عاوزه شوطه دي يا اسطى، انت كده لا، انت كده مش محترف. بالظبط، هو ده، هو ده الكلام، هو ده لازم تشوط جدع. اوفسايد دي؟ انت شتت ليه؟ شتت براحتك. هو انت بتشوطها ارطوف الضيقه؟ بجد والله يا جندوجان يعني. طب انا طبيعي يا جدعان، طبيعي طبيعي.
انا داخل الماتش انا عارف ان انا هخسر كده كده بالي. ادي تاني تالت واحد يا عم اخسر منه. الريت بتاعه اعلى ريت وصله في حياته، في حياته 1,700,000، يعني داخل على 2 مليون. يعني ده داخل ديفيجن 3، خسر ماتش ماتشين وملعبش تاني. طب يا جدعان، بالنسبة لتقييم اللعيبة أكيد يعني مش هينفع أقيم لعيبة وأقول لك كلمة أساسية يعني إن أنت تجيب مين وما تجيبش مين، بس عامة يعني هنبدأ بواحد واحد. أول حاجة جندوجان، عمل معانا هو واحد بس أسيست واحد بس وما جابش معانا أي جوال. عامة يعني هو كويس بس أفضل تلعبه سي ام اف لأنه مش الفينش بتاعه مش أحسن حاجة، وكمان هو عنده طاقات دفاعية، فأنت لو لعبته سي ام اف هيكون أحسن بكتير. بالنسبة لأرنولد، هو أنا مظهرش معانا في الفيديو النهاردة خالص، لكن أنا مجربه بره التصوير، كنت جايبه من يوم الخميس. فهو عامة يعني كويس لكن مش احسن حاجة برضو. مثلا ممكن لو عندك بيساكا القديم او مثلا معاك كوندي او الكلام ده كله ممكن تلعبهم، هيكونوا احسن منه لانه هجومي زيادة عن اللزوم. يعني لو بتلعب استحواذ هيكون كويس معاه. تالت حد معانا كريستيانو، كويس جدا لكن مشكلته ان هو تقيل، وكمان السرعة بتاعته 85 ما حسيتش بيها خالص. في كذا لقطة حسيت انه ابطأ من 85 بشوية. لكن عامة يعني ممكن تجيبه وتعتمد عليه، بس بشرط يكون مثلا عندك أجنحة خفيفة، بحيث إن أنت مثلا تراوغ وتجري بالأجنحة وتروح مدي لكريستيانو للجورة وهو يروح شايط جون بس. يعني بعيد عن الفينش 88، بس هو أي كرة نشوطها بيه جابها جون. آخر حد معانا بالمر، مشكلتي معاه إن هو معهوش دبل تاتش، وكمان حاسه تقيل شوية. والصراحة لأ، يعني الريتم هي كتير عليه الصراحة يعني، مش أحسن حاجة. بس الميزة بتاعته ان هو طويل وفاهم بيدي باصات حلوه فينش كويس الكلام ده كله، لكن مش عارف بقى التقل ده بسببه ولا بسبب النت ولا ايه، انا مش عارف. المهم هو ده كده الفيديو بتاع النهارده بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل اشتراك، واكيد يعني الفيديو ما عجبكش، ما فيش اي حاجه في الفيديو. بس انا مش هعرف اعيد الماتش تاني خالص ولا المنتوشه خالص، عشان في كذا فيديو تاني عاوز اصوره، وغير كده الفتره دي اساسا انا مش فاضي قوي. ولو يا عم انت شايفني انا اللي نوب وبتاع، بس يا عم اللي انت شايفه، بس انا متاكد ان اللعبه مش تمام، عشان التحركات بتاعت اللعيبه دي مش الطبيعيه. انا بقالي قد كده بلعب، انا مش لسه محمل اللعبه من يومين. تحركات اللعيبه دي مش تحركات طبيعيه، وانا حافظ التحركات بتاعت اللعيبه، وحافظ اللعيبه بتاعتي بتعمل ايه. وده ده يعني مش ما بلاش نقول ده شغل ايه يعني. فبس كده، ده فيديو النهارده وسلام.